انا بنام متاخر وما بنامش كتير، ايه تاثير قله النوم على الجسم والعضلات؟ خليني اقولك ان دي مشكله وكارثه كبيره جدا 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 بتقابلنا الايام دي. قله النوم بتقلل من استشفاء الجسم، وده معناه ان عضلاتك مش هتقدر تتعافى بشكل افضل. كمان الجسم بيبدا يفرز هرمونات زي هرمونات الجوع اللي بتخليكي تشتهي تبقى نفسك تاكلي اكتر واكتر وتحسي بجوع شديد جدا اثناء الليل. ده غير ان قله النوم بتقلل من طاقتك وتركيزك وتاثر على قدره جسمك في حرق الدهون وبناء العضلات. ده مش بس كده، ده كمان بتعلي لك مستويات هرمون الكورتيزول، هو هرمون هدام، وبيبدا يقلل مستويات الانابوليك هرمون زي الجروث هرمون، وكمان بيعمل ضغط على جهازك العصبي، بيقلل كمان من الاصلاح اللي بيحصل في الجهاز الهضمي، وبيحصل اضطراب في الجهاز الهضمي نتيجه السهر، وبالتالي يبقى عندنا مشكله في الهرمونات ومشكله في الهضم ومشكله في فقدان العضلات وزياده الوزن وعدم التركيز. فالافضل ان انت تحافظي على ميعاد نومك بالليل. ده مش بس كده، ده كمان ليكي انت كبنت بيقلل من اعراض الشيخوخه المبكره. النوم بدري بيقلل من اعراض الشيخوخه المبكره، ده كنز حافظي عليه.